بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل النهارده سمك دنيس مقلي. حتى لو الدنيس اللي معاكي سمك كبيره، هنشوف ازاي طريقه ممكن نشرحها بالشكل بحيث ان هي ما تاخدش معانا وقت كتير على النار. معانا اول حاجه حوالي 4 أو 5 معالق هريسه، هنحط معاهم كمون وكزبره وفلفل اسمر وملح. دي التتبيله بتاعه السمك. الهريسه هريسه الشطه على فكره بتدي، خاصه هريسه الشطه الحمراء، ومعاهم طبعا كم توم مهروس. هريسه الشطه الحمراء بتدي طعم للسمك جميل جدا. الحمراء بالذات سبحان الله، مع انها الخضراء والحمراء الاتنين زي بعض في نفس الطعم، بس الحمراء بالذات كده بتدي للسمك كده طعم مميز سواء مقلي او مشوي. هنبدأ بقى نفتح السمك بالشكل دوت، هنشرحه كده ونفتحه كده بالشكل دوت كده. التتبيلة بتدخل معاه ومن الناحية التانية برضو كذلك بتدخل كده في اللحم بتاع السمك، وبيبقى متبل كويس جدا، وفي نفس الوقت لما بنحمره بيستوي معانا كويس قوي. وهنتبله وهنسيبه في التتبيلة دي اقل حاجة ربع ساعة. طبعا ممكن لو عندك عزومة ممكن تعمليه قبليها بيوم وتحطيه في التلاجة او تشيليه في الفريزر متبل كده جاهز. بيبقى طبعا سهل في عمايله جدا، بيبقى متنضف ومتقطع ومتبل، يعني يا دوب بيطلع كده على القلي على طول. بعد كده ما سيبناه متبل كده في التتبيله بتاعته، هنبدا نحطه في الدقيق، وبعد كده هنقليه في السمك في الزيت. هنقلي السمك في الزيت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.